لا مش يوم اليتيم، ولا مفيش مناسبة معينة. اليتيم لازم نفتكره كل يوم، وزي ما ديننا وصانا، وزي ما مجتمعنا بيقول لنا ان لازم دايما نكون موجودين وسطهم، لان هم فعلا طريقنا للجنة، وهاشتاجنا النهارده كهاتين في الجنة. كان عندي احساس باني محتاجه، يعني انا عندي ولد وبنت بس، فما اعرفش، انا كان عندي احساس ان انا يبقى عندي 12 عيل. كنت حابه قوي ان انا يبقى عندي اطفال كتير واربي اطفال كتير. طبعا الفرصه ما امكنتنيش، وحابه ان انا اعمل الخير. فجيت تقريبا في سن ال50 قلت انا كنت بشتغل، عايزه ايه بالدنيا؟ مش عايزه فلوس، انا عايزه اعمل حاجه لله. فابتدت الفكره دي من انا كنت بحب الاطفال وعايزه اعمل حاجه لله، تبلورت بقى في موضوع الايتام. انتوا بقى كلكم سنة اعدادي؟ تمام. ايه بقى مواعيدكم؟ يعني اليوم بتاعكم بيعدي ازاي؟ بتذاكروا امتى؟ بتاكلوا امتى؟ ولا الدنيا ماشيه ازاي هنا؟ بنصحى نروح المدرسة، بعد المدرسه بنيجي من المدرسه نرجع نسلم على ماما، نطلع نتغدى، بعدين نروح الدروس. دروس هنا؟ الدروس بتبقى هنا ولا دروس فين؟ لا، في بره. وبعد ما بتاخدوا الدروس نطلع نذاكر تاني، بعدين لغاية ما ينادونا على العشاء، وبعد العشاء نطلع نذاكر وبعدين ننام. طب الهكسوس جم فين؟ عيش وقتك، عيش ايامك، الدنيا برح قدامك، والضحكه تهون اي جراح. على ايه تنزل دمعاتك لو يوم عدك او فاتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها له فرحه، ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحه. بس طبعا مسؤوليه كبيره، يعني انا بحس ان الموضوع هو عمل خير اكيد، لكن اول ما بدات فيه يعني انا متخيله حجم المسؤوليه اللي واجهتك او الصعوبات. في صعوبات كتيرة جدا قابلتني، بس لما تكوني بتعملي حاجة ونيتك سليمة ربنا بيقف معاكي. المسؤولية كبيرة، بس عشان أنا قاعدة بنفسي بباشر كل صغيرة وكبيرة، وطبعا معايا مساعدين، منيش لوحدي، لكن الحمد لله بالحب كل حاجة بتمشي، كل حاجة بتمشي بالحب. حبيتي اللي معاكي الستاف حبوكي، حبيتي الأطفال حبوكي، كل حاجة بتبقى سهلة بالحب. احنا بنات صغيرين مش عارفين طريقنا فين، بس جمال ومحترمين نعرف بيتنا نروح منين. بشرى قطع دمها خفيف، نوسة بتحب تقعد في الصيف، وانا لسه لاقي العريس. احنا كده بنكمل بقى. لما البنت تيجي تعيط وتقول لا مش عارف مامتي، لا انا مامتك اللي قاعده، انا مامتك اللي موجوده. الناس اللي بتيجي دي بتساعد ماما عشان خاطر انت تكبري. انت بتبقي معاهم في ظروفهم النفسيه، يعني لما بيواجهوا مشكله نفسيه هل بيرجعوا يفكروا ان انا يتيم وعشان كده بواجه ده، ولا ما بقوش كل ما بيكبروا ما بقوش يفكروا في الموضوع ده؟ بعض منهم
كانوا فعلا بيفكروا في الكلام ده، وتيجي تسالني وتقول لي فين مامتي، طب انا جيت هنا ازاي، طب انا موضوعي ايه. فطبعا احنا طبعا بنقول لهم بالمبسط جدا ان الظروف اللي حصلت على مبسط، الاب توفى، ان انت من الارياف والبيت وقع، ان كذا، يعني بنبسط الامور ليهم. سايبينك لضميرك، يلا شجع غيرك، لو تيجي تزورنا يبقى كتر خيرك. امسح دمع ايدك، اعمل حاجة تفيدك، اسعد اليتيم وربك حيزيدك. حوالينا نجمعهم، نحكي لهم نسمعهم، تعالى نفرحهم ونخفف أوجاعهم. عاطف عليهم، فرح عينيهم، محتاجين لحنان، يلا خد بإيديهم. واحلم واتمنى وافرح وتهنى، بكرة يبقى مكاننا مع الرسول في الجنة. اليمين اهي. ايوه تبدا بايدك اليمين. ابدا بايدي اليمين. طب ايهاب انت في سنه كام؟ انا بتاعت اعدادي. ثالثه اعدادي. اعداديه. ايه يعني اكتر ماده كده انت شايف ان انت جامد فيها؟ اكتر ماده الرسم. الرسم اكتر ماده. طب انت بتعرف ترسم بشكل عام يعني؟ باذن الله. يعني اقدر اقول انك رسام يعني؟ لا مش قوي كده يعني. يعني انت بترسم مع نفسك؟ سيبك بقى من حصه الرسم والكلام ده، انت بترسم مع نفسك والكلام ده؟ اه بتحب بس ترسم ايه؟ بتخيل حاجه برسمها لا بقى. في بيت يعني وانت قاعد كده عادي بقى يعني لوحدك كده من غير حصه؟ تجيلي فكره كده فراح برسمها. ايهاب برضه صح؟ وانت في سنه كام يا ايهاب؟ ثاني اعدادي. تاني اعدادي. طب تمام. يعني برضو انت في المدرسه بيبقى عندكم طبعا انشطه او حاجه يعني؟ شكلك بتلعب كوره. لا امال حاجه الوحيده ما بحبهاش. الحاجه الوحيده ما بتحبهاش؟ ده انا كنت اقول لك بقى اهلاوي ولا زملكاوي. زملكاوي. ما هو عشان كده ما بتحبهاش دي طبعا مونتاج. قول لي بتحب تلعب ايه؟ انا بحب العب كره السله يا راجل. والسباحه وبس. حلو قوي كره السله والسباحه. تعرف تعوم كويس يعني؟ بصي، هو الغريب في الموضوع ان التعامل مع الولاد اسهل بكتير من التعامل مع البنات. حاسه ان هم ولادي زي ولادي، يمكن عشان عندي ولدين، بس انا حاسه انه كان سهل جدا التعامل معاهم في السن دوت. وانا عندي ميزه بقى في الدار انه الولاد والبنات اخوات بمعنى كلمه اخوات. يعني انا الحقيقه عندي ولاد وبنات، وبعدين احنا ما فصلناش من اول يوم الولاد والبنات يعني لغايه 6 7 8 سنين وهم بيتغدوا مع بعض، بيروحوا رحلات مع بعض، فما فيش حته انه الفرق الجامد بين ولد وبنت. البنات بقى بحكم بقى انت عارفه بقى السن بقى بنوتات وبتاع ومتدلعين شويه يعني الحقيقه لقيت صعوبه اكتر مع البنات من الولاد يعني. عرفت احببهم في انهم ازاي. احنا اولا نمره واحد قلت لهم احنا زي الرسول عليه الصلاه والسلام. هم عارفين حفيدتي وشافوا حفيدتي، قلت لهم تعالوا كده اجيب حفيدتي، لو حد ملس على راس حفيدتي هيخش الجنه؟ قالوا لي لا. قلت لهم انتوا بقى لو حد ملس على راسك هيخش الجنه، والرسول قال كده، انت زي الرسول عليه الصلاه والسلام.
نمرة واحد انت عشتي يتيمة ومتي يتيمة وجيتي طلعتي لا ليكي اب ولا ام. ربنا خلق لك وجد لك ماما ماجدة اللي بتحبك وتموت فيكي. وتعالوا قولوا لي كده انتوا ايه ناقصكم عن اي حد بره؟ ويبصوا كده يقولوا مفيش. خلاص هم بدأوا يفهموا ويستوعبوا ان هم فعلا يعني مجهولي النسب. يعني انا ما بحبش اقول كلمه ايتام قوي، بس هم خلاص بيريلايز ان الموضوع ده في المدرسه، شايفين ان الناس بتروح اهاليها بتجيلها. يعني في كيس كده مثلا ولد كان بيحب واحده في المدرسه ومش قايل لها، وبعد كده راح قال بقى للاخصائيه النفسيه انه هي عرفت، وانا متضايق قوي انها عرفت، وكان نفسي انا اللي اقول لها مش حد تاني يقول لها. حاجات من هذا القبيل يعني طبيعي بيتعرضوا ليها يعني. بس احنا الحقيقه مش محسسينهم يعني، عشان احنا عدد قليل جدا، فما فيش خالص عندنا حته بقى الحرمان لما بيجي يقول لك انا مجهول النسب، طب فين بابايا فين مامتي؟ يعني هل ده حصل حوار زي كده حصل يعني قعدنا مع اخصائيين نفسيين ان احنا نتعامل ازاي في موقف زي دوت. قال له تقولي لهم الحقيقه الواقع، لان هم يعني ده اسهل لهم بدل ما يتعبوا بعد كده، ان انتوا اهاليكوا كانت عملوا حادثه زمان ومش عارفه ايه والكلام ده. هم صدقوه لفتره، بس جم بعد كده بقى خلاص استوعبوا ان الموضوع مش عيب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتيم، اتولد يتيم ومامته ماتت بعدها ب6 سنين. فهم بالعكس انا بقول لهم انتوا محظوظين ان انتوا عندكم 3 4 امهات مش ام واحده يعني. علاء، ازيك يا علاء؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. حاساك بتعرف تغني، مش عارفه ليه مديني على منير. لا 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 خالص خالص، ماليش في الغنى انا اصلا. اشتغل يعني مثلا لو حاجه بايظه اصلحها كده. عالم من العلماء. كهربائي يا عم؟ لا عالم. لا يعني بتحب العلم، حاجه بايظه صلحها ده علم. ده كويس قوي. يعني ممكن نشوف بقى كده، انت ممكن تفكر حاجه تخترعها بتاع. لا اخترع، لا دي صعبه. ايه صعبه؟ هو في حاجه صعبه؟ في حاجه صعبه؟ انت متخيل ان في حاجه في الدنيا دي صعبه؟ لا. مش كله ممكن. طب امال نفسك تخترع ايه؟ اكسسوار كاميرا. اكسسوار كاميرا اللي هو مثلا تبقى في اي مكان اللي تبقى لابس اكسسوار تكشف عنك كل حاجه. كاميرا كده صغيره تكون محطوطه كده في تجسس ولا ايه؟ تجسس عميل علاء عميل. الدنيا بكل ما فيها عيش فيها احلى ما فيها، اختار اللحظه الحلوه واللحظه المره ارميها، والدنيا لو جرح لونها له فرحه، فهو بيطول عمر الواحد غير الفرحه. مالك يا سيد؟ ما لله مش قلقان الحمد لله. سنه كام؟ تالتة اعدادي. تالتة اعدادي برضه يا شيخ. وعايز تخش ادبي ولا علمي؟ لا لسه بقى مش من دلوقتي يعني. لا يعني انت بتحب مثلا؟ بحب اللي هو علم علوم. طب ما بتحب علمي علوم ومش عارف تخش ادبي ولا علمي؟ ماشي. بتحب العلوم؟ بتحب العلوم ليه؟ يعني حاسس فيها بنفسك، بتحب تخش المعمل وتعمل حاجات ايه بقى؟ يعني اول قنبله انفجرت تخش في المعمل. المعمل ده تخش مثلا تبتكر فيه حاجات، تركب حاجه على حاجه مثلا، وممكن ممكن تركب مثلا حاجه على حاجه تطلع لك حاجه كده مثلا. بس انت بتحب الحوار ده، تركيب حاجات على حاجات مش عارف ايه. طب تمام. وحيد، انت ما بتقوليش ثالثه اعدادي؟ لا اولى ثانوي. ايوه بقى. وانت زملكاوي ولا ايه؟ لا اهلاوي طبعا. امال ايه الابيض ده؟ دي فلونا جايبها من المانيا. طب تمام. قول لي بقى بتقضي يومك ازاي كده في يعني غير المدرسه؟ مفيش، بتفرج على التلفزيون، يا اما لو ما بتفرجش على التلفزيون بنزل العب كوره، يا اما في ساعات بحب اقعد اغني مع نفسي، يا اما برسم حاجات كتير. وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل الليل عايشين، لو بكره نساعد تاني مش بعيد، بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد. ما تعيش الدنيا بروح اللي جواك، لو مهما قالوا الضحكة مش مفرقاك، افتح شباكك ونور حياتك، انزل افرح فرح وكفاية اللي فاتك. خالد وخالد سنة كام؟ تالتة اعدادي. تانية ثانوي. تانية ثانوي الكبير بقى، خالد الكبير بتاعهم بتاع الصف ده. انت دخلت ايه ولا هتدخل؟ انتوا ادبي وعلمي من تانية؟ تانية علمي. علمي ايه؟ ان شاء الله رياضة.
عايز تطلع ايه، مهندس ولا مهندس ميكانيكا. قولوا لي بقى انت بالنسبه لك عايز تخش ايه؟ ادبي. ايوه بقى سلم عليا. بقول لك وانت عايز تخش ايه؟ ادبي. يا عم بعد الادبي. والله لسه، وانا هستعجل ليه كده؟ مش لازم نستعجل. لا يعني انت حابب الشغلانه اللي انت عايز تشتغلها تبقى ليها علاقه بايه؟ يعني مثلا الراجل ده فكر في هندسه، الراجل ده فكر في، انت قلت ايه؟ انت قلت علمي علوم، هيطلع علوم. انت ايه بقى؟ لسه هفكر لسه. ادوني وقت يا جماعه. بتحب تعمل ايه؟ يعني نفكر مع بعض. تلعب كوره؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. الناس دي كلها زملكاويه هنا؟ انا اهلاوي. كده وانت؟ اهلاوي. ايوه هو ده دخيل. هم رجعوا لمقولتهم سنظل اوفياء. والله ده هيكسب. لما تحس بحيرة وقلبك يملى خوف، اعمل خير في حياتك مرة وجرب شوف، ياللي معاك المال وماسك بايديك فيه دوام الحال، ده من المحال. كل طفل يتيم وربك يرضى عليه، ملس كده على راسه الخير هيجيك يناديك، ربنا قال في كتابه عليك كتير آيات، خليك معاه وياك تنساه. اهم حاجه بقى دايما لما يكون الاب والام قاعدين بيفكروا دايما في فكره مستقبل عيالنا وكذا، اللي عنده 2 واللي عنده 3، انت عندك ما شاء الله عدد، انا مش عايزه اقوله عشان ما نحسدهمش، لكن اكيد التفكير في مستقبلهم ده واخد يعني كثير من تفكير، واخد مني كتير جدا 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 طبعا. بس انا دايما بحفزهم، بقول لهم انا هو بشتغل، اهم حاجه كل واحده فيكم هتشتغل وتنتج من ايديها، اما هتشتغلي موظفه، اما هتشتغلي حاجه في البيت، اما تساعدي اخواتك، اما تعملي حضانه وتاخدي ولاد اخواتك وتربيهم وتاخدي منهم فلوس. يعني انا بحثهم على العمل بكل طريقه. كملتي تعليمك يا حبيبتي يبقى شاطره وبرافو عليك، ما كملتيش يبقى شوفي اتجاه. انا عندي مشغل الناس اللي مش فالحه في التعليم بصراحه هم بيشتغلوا في المشغل، يعني بعلمهم ان هم يخيطوا وكل الكلام ده. فانا مستقبلهم بالنسبه لي مهم جدا وعلى طول بفكر فيه، والحمد لله يعني ضامن ربنا انا مستقبلهم. اهم حاجه شقائهم انهم مش هيترموا في الشارع، نمره 2 ان هم يشتغلوا وينتجوا بنفسهم. يلي بتحسب فيها اكيد انت الكسبان، فرج كربك راعي يتيم حسسه بامان، طمن قلبه خليك جنبه قرب ليه، عامله بحنان خليك انسان، اياك تاكل حقه يا ريت تحافظ له عليه، خاف ربك دي امانه بخير وبحب رضيه، كفايه يوم هتفوز بصحبه المحبوب، وصانا بيه ليوم الدين. إن ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وإن ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف مش هتموت هتعيش. إن سألوك الناس عن ضعيف جوا عيونك ما بيلمعش ما تخبيش، قول لهم العيب مش فيا ده العيب في الضعيف. هاشتاج هتاي في الجنة.